النهاردة هنبتدي نتكلم عن كورس جديد. الكورس ده مقدم من شركة سيسكو. للي ما يعرفش، شركة سيسكو هي أحد أكبر الموردين لخدمة الإنترنت، والمسؤولة عن سيرفيسز كتير جدا في مجال الأمن السيبراني والشبكات. فشركة سيسكو متخصصة في النتوركس والسايبر سيكيورتي. سيسكو بتقدم كورسز كتير على المنصة الخاصة بيها، وهي منصة النت أكاد. فأحد الكورسز دي وهو كورس انترودكشن بيتكلم عن السايبر سيكيورتي، بيبتدي يعرفك من البداية خالص ايه هي مصطلحات السايبر سيكيورتي. طبعا الكورس ده بداية طريقك انك تبتدي تحترف السايبر سيكيورتي. الكورس ده مش معمول كورس اويرنس. يعني ايه اويرنس؟ يعني مش كورس توعية بمخاطر الامن السيبراني، لا ده فعليا كورس بيبتدي يعلمك الامن السيبراني. فده كورس للناس البروفيشنالز اللي هي تشتغل في مجال السايبر سيكيورتي. زي ما قلت مش معمول للتوعية. فالكورس ده مصطلحاته كلها بيتكلم على المصطلحات البيزكس، اللي هي المصطلحات الاولى خالص اللي بتحتاج تعرفها في السايبر سيكيورتي، تفهم ايه المصطلحات بتاعه السايبر سيكيورتي، وبيبتدي يكلمك على الموضوع بشكل عام، وبيوري لك الموضوع من اكتر من منظور، وبيعرفك البيزكس الاساسيه اللي هتحتاجها، وبيكلمك كمان ايه الخطوات اللي بعد كده اللي هتبتدي تمشي فيها. فالكورس ده حلو جدا، بيقدم فاليو حلوه جدا، وخصوصا ان سيسكو مقدمه الكورس فري على منصه النت اكاد الخاص بيها. طب يعني ايه الكورس بتاعها فري؟ تعالوا بقى احكي لكم ايه قصه الكورسز بتاع سيسكو. سيسكو بتقدم كورسز. الكورسز دي بيبقى ليها تو تايبس. التايب الاولاني اللي هو انت بتبقى يعني بتدرس الكورس مع نفسك وبتمتحنه، وبتاخد في الاخر بادج وسيرتيفيكت، وهنتكلم عنه. وفي كورسز اللي هي التقليديه المتعودين عليها، اللي هي بعض الفيديوز المسجله اللي بتتفرج عليها، وما خلاص بتاخد سيرتيفيكت. الكورس ده من نوع ايه؟ الكورس ده من نوع السيلف بيزد ليرنينج. يعني ايه؟ يعني سيسكو مديالك الماتيريال، انت تقراها وتفهم المحتوى الخاص بيها وتحل الامتحانات الخاصه بالماتيريال دي، وبعد كده في الاخر اما تخلص بتاخد حاجه اسمها بادج. ايه البادج ده؟ ده علامه بتانديكيت، يعني مؤشر انك خلصت الكورس وانك اجتزت المحتوى الخاص بالكورس. طب بتفيد في ايه البادجز دي؟ البادجز دي انت بتحطها عندك في حاجه زي كريدلي. آه كريدلي ده عباره عن ايه؟ عباره عن يعني زي ستور كده، زي بيج ليك كانك فاتح مثلا فيسبوك، والبيج دي بتحط فيها البادجز اللي انت حصلت عليها، زي مثلا حاجه زي كورس النتورك سيكيورتي دي، وبيبقى فيه تفاصيل عن الكورس اللي انت اخدته. في طبعا مش سيسكو بس، في اي بي ام، وفي اكتر من شركة بتقدم موضوع البادجز ده. فالبادجز بتبقى حاجة لطيفة جدا، وبتحطها عندك زي ما اتفقنا على كريدلي، وكريدلي ده بيتحط في السي في الخاص بيك. مش بس كده، انت في حاجة اسمها لينكد ان. ده عامل زي كده الفيسبوك، بس ده مخصص للناس البروفيشنالز. يعني ايه؟ يعني مخصص للوظائف، مخصص للشغل. يعني كل الناس اللي بتبوست عليه، كل الناس اللي بتحط بوستس عليه، تلاقيها كلها ليها علاقة بالكورسز، وليها علاقة بالشغل، وليها علاقة بحاجات بروفيشنال. يعني مش هتلاقي حد بينزل صورته على لينكد ان. تمام. فانت بتعمل ايه؟ انت كل اللي بتعمله انك بتحط السيرتيفيكتس بتاعتك زي ما هنا موجود، سيرتيفيكتس اند لايسنس بس. فاول ما بتاخد بادج بتقوم حاطط اسم الكورس، وبتقوم حاطط الكريدنشال اي دي، بتحط البادج اللي انت اخدته. تمام. فحاجه زي دي مهمه جدا انك تعملها، علشان اما بيجي دلوقتي الاتش ار اللي هم التالنت اكوزيشن، الناس بتوع استقطاب الكفاءات في الشركات، فهو بيبتدي يبص على اللينكد ان بتاعك، بيبتدي يشوف هل انت اخدت سيرتيفيكتس، هل انت حصلت على بادجز. فالجزئيه دي في غايه الاهميه انك تهتم بيها وتحصل عليها. طب هل هضطر ان انا ادفع فلوس عشان اخد البادج ده؟ لا، هو الكورس نفسه فري. طب هتقولي دلوقتي طب انا محتاج شرح للكورس. فبكل بساطة احنا ده اللي احنا هنعمله، هنوفر الكورس على اليوتيوب فري الشرح، وهنشتغل من الماتيريال بتاع سيسكو، وهساعدك انك تجتاز الامتحان، وفي الاخر تحصل على البادج. تمام. الكورس ده معمول لمين؟ لاي حد عايز يدرس السايبر سيكيورتي، وهو المعلومات بتاعته عن السايبر سيكيورتي صفر، عايز يبتدي يعرف ايه هي السايبر سيكيورتي من الاول.
يبتدي يتعرف على مصطلحات السايبر سيكيورتي، وتبقى دي اول سيرتيفيكت، اول شهاده يبتدي ان هو يدرسها في مجال الامن السيبراني. مناسب جدا للطلبه اللي في سنه اولى في كليه الحاسبات والمعلومات، وللمهتمين طبعا بعلم السايبر سيكيورتي. هنتكلم كده حبة عن محتويات الكورس. الكورس مكون من 5 شباتر، كل شابتر بيناقش توبيك معين في السايبر سيكيورتي. اول شابتر هو انترودكشن عام عن السايبر سيكيورتي، هيبتدي يعرفك يعني ايه لفظ السايبر سيكيورتي، العلم ده اصلا معمول ليه، الهدف منه ان هو يبروتكت ايه اصلا، وايه اللي هيحصل لو احنا كاشخاص ما اهتمناش بالديتا بتاعتنا، ايه اللي هيحصل لو الاورجنايزيشنز ما اهتمتش انها تامن البيانات الخاصه بيها، ايه اللي هيحصل لو الدول ما اهتمتش انها تامن البيانات الخاصه بتاعت المواطنين بتوعها. فشابتر عام بيكلمك عن مصطلحات السايبر سيكيورتي، هتلاقيه كله ديفينيشنز، كله تعريفات، بيبتدي يعرفك على ايه العلم نفسه، بيبتدي يعرفك عن اهميته وعن ايه الحاجات المهم ان احنا نحميها. بعد كده موديول 2 بيبتدي يكلمنا شويه عن السايبر اتاكس والكريمنالز اللي هم الهاكرز، مين هم الهاكرز وانواعهم ايه، ايه الاتاكس اللي بيعملوها، ايه الهجمات السبرانيه اللي بيعملوها وانواعها ايه، وبيكلمك على التكنيكس اللي هم بيمشوا بيها وهم بيعملوا اتاك على السيستمز المختلفه. بعد كده بيبتدي يكلمك على الداتا، ايه انواع البيانات اصلا اللي انا محتاج احميها، وازاي ببتدي دلوقتي ان انا ايدنتيفاي، ان انا ابتدي دلوقتي اعرف ايه البيانات اللي في غايه الاهميه اللي هي توب سيكريت، اللي هي الكونفيدنشال، لازم بروتكتد ذا موست. بعد كده البيانات الاقل اهميه، فالاقل اهميه بيعرفني انواعها وازاي نبتدي نبروتكت الداتا. بعد كده بيبتدي يكلمني على بعض الديفايسز اللي انا بستعملها في السايبر سيكيورتي علشان ابتدي ان انا احمي النتورك بتاعتي. النتورك هي شبكه، مجموعه من الاجهزه متوصله ببعض، فالاجهزه المتوصله ببعض دي بحتاج اجيب لها بعض الاجهزه زي جهاز اسمه الفاير وول، عشان ان انا ابتدي احمي الاجهزه دي من ان اي حد يبتدي ان هو يحاول يخترق الاجهزه اللي عندي. الاجهزه ممكن تكون البي سيز، ممكن تكون السيرفرات دي اللي بتشغل الابلكيشنز بتبقى موجوده على السيرفرات دي، البيانات كلها بتبقى متسيفه على السيرفرات. فمحتاج ديفايسز زي ديفايسز اسمه الفاير وول ان انا ابتدي احمي كل الاجهزه اللي عندي في المؤسسه. فهيبتدي يكلمنا هنا على ازاي نبتدي ان احنا نحمي المؤسسات عن طريق استخدام اجهزه السكيورتي اللي هي بنسميها سكيورتي كنترولز كمصطلح علمي. فبيكلمنا كمان على البيهيفير اللي بنبتدي ناخده واحنا الميثودولوجي، طريقه التفكير المنهجيه اللي احنا بنتبعها واحنا دلوقتي بنبتدي ان احنا نامن الديجيتال اسيتس بتاعتنا في الاورجنايزيشن. اخر حاجه بيبتدي يكلمك على الامن السيبراني، ازاي هتبتدي تتعلم السايبر سيكيورتي. هيبتدي يكلمك شويه على ايه الكورسز اللي انت محتاج تاخدها، وهيبتدي يكلمك على الكاريرز، الناس البروفيشنال في مجال السايبر سيكيورتي متقسمين ازاي، ايه طبيعه شغلهم، ايه طبيعه شغل الناس اللي شغاله في البلو تيم، ايه طبيعه شغل الناس اللي شغاله في الريد تيم، الناس دي طريقه تفكيرها ازاي، بتحتاج تبقى عندها نوليدج ومعرفه مكونه من ايه. فيعني عبر ال5 موديولز دول هتكون قدرت انك تحصل مع مجموعة من المعلومات الكبيرة جدا اللي هتفيدك فيما بعد انك تنتقل لكورسز اعلى. بس فده كان الكريكولم النظري اللي احنا هندرسه من على السيسكو اكاديمي. طب هل كل الكورس نظري؟ طب يعني ايه اصلا كورسز نظري؟ نظري معناه كونسبت، حاجة انا بشرحها لك وانت بتفهمها. نيجي بقى لحاجة اسمها البراكتيكال اللي هو العملي، والبراكتيكال العملي ده عبارة عن حاجة اسمها لابس. يعني ايه لابس؟ دلوقتي انا علشان احاكي دلوقتي السيرفر ده بيتعمل عليه هجمة سيبرانية اتاك، فاكيد مش هجيب سيرفر تكلفته مليون جنيه وهجيب الكمبيوتر بتاعي وان انا هبتدي دلوقتي اهاكل سيرفر. فبنلجأ ان احنا نعمل حاجة اسمها virtualized environment. ايه الvirtualized environment دي؟ ببتدي ان انا بأحاكي الانفايرمنت دي كلها، بحاكي ان في سيرفر وان في جهاز وبنخترق السيرفر عن طريق الجهاز في بروجرام ده بيبقى مجهز ومعمول خصيصا انك تشوف العملية دي كلها. فهو ده معنى كلمة لاب.
وهنلاقي طبعا بيدينا اللابس بتاعتنا والريسورسز مع الكورس. فهنحاول ان احنا برضو نكفر وان احنا نغطي الجزئية العملية اللي موجودة معانا في الكورس. فدي المحاضرة التعريفية عن الكورس، اتكلمنا فيها عن الكورس عبارة عن ايه، هنشتغل ازاي. فهنحاول ان احنا نقسم كل موديول في فيديو على حسب يعني وقت الفيديو علشان ما يبقاش طويل، وان احنا يعني نشتغل زي ما اتفقنا الجزء النظري اللي هو الثيوريتيكال اللي موجود في الكورس، وهنحاول ان احنا نشتغل في الجزئيه العمليه. وهساعدك في الاخر انك تحصل على البادج اللي هتحطه بعد كده على لينكد ان زي ما اتفقنا، وهتحطه برضو على كريدلي.